الفاكهة أصلا مؤخرا اكتشفنا إنه الفواكه الموسمية موسمية لسبب. يعني ربنا بيخلق الفواكه في الوقت ده من السنة في البلد دي علشان فيها الحاجات اللي احنا محتاجينها في الوقت ده. فالفواكه اللي في الشتاء المفروض تتاكل في الشتاء. إيه المشكلة؟ ان احنا الفواكه بقت افيلبل جدا، بقت موجودة بوفرة. فلو انا قلت لك بقول لك ايه البرتقال كويس، لو كلت كيلو برتقال ده مش فكرة كويسة اطلاقا. حتى لو كلته كل يوم برضو مش فكرة كويسة اطلاقا. الفواكه بتاعت الشتاء كلها كويسة ومهمة ان احنا ناخدها في الشتاء، او مش هتأذينا لو خدناها في الشتاء، لان هي فعلا ده وقتها وهي موجودة في الوقت ده علشان احنا محتاجينها في الوقت ده. بس ده مش معناه ان احنا ناكل منها طول النهار وتبقى وجبة اساسية وتبقى بديل للوجبة وبديل للعشاء والكلام ده خالص. مشروبات الشتاء، هو الناس بتجوع في الشتاء، ومن ضمن الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نقلل شوية الجوع في الشتاء ان احنا نعمل مشروبات سخنة. قرفة بقى، زنجبيل، شاي اخضر، نبعد عن الكافيين في النص التاني من اليوم. بس المشروبات دي كلها المشروبات الدافية مهمة جدا، مش بس ان هي تدفينا، بس ان هي كمان تقلل من الجوع اللي بيحصل لمعظم الناس في الشتاء.